حصلت آلاف المرات وما زالت بتحصل وهتفضل بتحصل إن حد نحب قوي وندخل حياته ونظن إن هو بيحبنا قوي ويدخل حياتنا، وإن يكون الإنسان ده هو أكتر إنسان يتعبنا في حياتنا، وإن الإنسان ده يحسسنا إن إحنا لا نستحق وإن إحنا وحشين وإن هو أحسن مننا بكتير وإن إحنا تحت قوي وإن هو فوق قوي وإن هو يفضل يقارننا بناس تانية ويفضل يحسسنا إن الناس التانية أحسن مننا بكتير، وبعدين فجأة إحنا ننهار، وبعدين بعدها بشوية صغيرين يبدأ هو ينسحب، وبعدين نكمل احنا في رحلة الانهيار بتاعتنا، وبعد شوية وقت صغيرين نلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بينزل علينا الهدوء والسكينة، وان احنا نطلع من الانهيار درجة درجة، وعند درجة معينة نبدأ ان احنا نراجع نفسنا ونشوف احنا عملنا ايه غلط، ونبدأ نشوف هو احنا كنا المفروض نعمل ايه عشان نحافظ على العلاقة دي، وبعدها نكتشف ان احنا ما كناش المفروض نعمل اي حاجة، لان اصلا احنا ما كانش فيه في ايدينا حاجة نعملها، ومهما كنا عملنا كنا هنفضل في عينه صغيرين وهيفضل هو في عين نفسه كبير، ومن هنا يبدأ المعادلة دي تتعدل بالكامل، ونبدأ نعمل حاجات كتير صح عشان نفسنا مش عشانه، وبعدين نكرهه، وبعديها نحب نفسنا، ودرجة الاستحقاق عندنا يحصل لها تحسن كبير، ونفضل نطلع ونطلع ونطلع لحد ما نلاقي نفسنا راضيين عن نفسنا بفضل الله. ثم بعد مجموعة كده من الأحداث وبعد شوية وقت حلوين نبدأ إن احنا نفتكر الشخص ده، ونبدأ إن احنا نقول له شكرا، نقول له شكرا ما بيننا وما بين نفسنا، نقول له شكرا إن أنت فكرتنا بحاجة كان لازم نفتكرها من زمان، وإن احنا نعمل حاجة كان لازم نعملها من زمان، وإن لولا الشدة ما كنتش وقفت على رجلي، ووجودك علمني أكبر وأهم درس في حياتي، وهفتكرك في دعائي وهفتكرك في سجودي، وإن حصل إن في يوم من الأيام رجعنا نتقابل مرة تانية هلاقي نفسي إن أنا طلعت لفوق قوي، وهلاقي إن أنت زي ما أنت أو يمكن أقل كمان، وساعتها هتقول يا ريت اللي جرى ما كان، وساعتها أنا هقول الحمد لله إن اللي جرى كان. قصة بتتكرر آلاف المرات، فاحمد ربك على كل حاجة حصلت لك، واعرف إن كل درس هو بعتهولك كان درس مستفاد، ما كنتش هتعرف تاخد الدرس ده إلا بالطريقة اللي أنت خدت بيها الدرس، فبجد الحمد لله على ما كان والحمد لله على ما لم يكن، لأن ما يعرفش الخير إلا اللي خلقه. اسمعها مرة واتنين وتلاتة عشان تحمد ربنا من قلبك أكتر وأكتر. الحمد لله. سلام.